ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. يلا بينا بقى تخطيط شهر مارس، شهر رمضان. تحدي 30 يوم سعادة يا جماعة. فعلا شهر رمضان مختلف عن اي شهر تاني، ايامه مختلفة عن اي ايام في السنة. فعايزين نستغل 30 يوم دول ان هم يكونوا 30 يوم سعادة، 30 يوم سعي، 30 يوم نجاح، 30 يوم فرحة، علشان مش هتعوض تاني ايام رمضان. فعايزين بقى نبدأ بداية قوية كده، ونعمل بقى خطة قوية قوي لشهر مارس لانه مختلف عن اي شهر تاني. فرحي بقى، هاتي ورقة وقلم وحاجاتك كده تشربيها، يلا بينا نبدأ على طول. واول حاجه طبعا بنعملها قبل خطه اي شهر هو ان احنا بنقيم الشهر اللي فات. فطبعا شهر فبراير كنا عاملين له خطه، هبقى اسيبها لكم تحت في صندوق الوصف. كنا متفقين ان احنا هنركز على العادات الروحيه، وكنا حاطين بردك مهام اكتر ليها علاقه بالاستعدادات الماديه لشهر رمضان، زي تنظيف البيت والتفريزات بتاعه رمضان، وان انا اهيئ بيتي واهيئ دنيتي لاستقبال شهر رمضان، لان ده طبعا هيوفر معانا وقت كبير في شهر رمضان علشان يكون عندنا وقت اكتر للطاعة وللعبادة. فببدأ ان انا بشوف انا ايه الاهداف بتاعتي في المجال العقلي، في المجال الروحي، في المجال الصحي، وفي الرعاية الذاتية، وفي اي حاجة انا كنت حطاها، او في المجال الاسري، او ايا يكن الاهداف اللي انا كنت حطاها. وبشوف انا عملت ايه وايه اللي ما عملتهوش، واللي انا ما عملتهوش دون كان ايه السبب في ان انا مثلا ما عملتهوش. هل في سبب خارجي، او ان انا كسلت، او ان انا كنت حاطه مهام كتير عليا، او كان الهدف مش مناسب ليا في التوقيت ده. فلازم ان انا اعرف انا ليه ما عملتش. يعني انا عاده زي عاده التعلم كنت حطاها ولكن ما لقيتش ليها وقت، فاصبحت لما قعدت مع نفسي عرفت ان هي ما كانتش مناسبه في الوقت ده، لان كان عندي مهام اكتر ليها علاقه بالبيت وبالولاد. فعلى حسب احتياجاتك وعلى حسب اهدافك انت بتبتدي تقيمي وتشوفي ايه اللي انت عملتيه وايه اللي انت ما عملتوش. طيب اهداف شهر مارس هيكون طبعا ده شهر رمضان المبارك، فهيكون لينا اهداف في كذا جانب طبعا، والاهداف بتاعتنا هتكون شامله كل جوانب حياتنا طبعا زي ما احنا متعودين، ولكن انا بحاول احط اكتر حاجات انا حابه اركز عليها في شهر رمضان ايه، او ايا يكن الشهر اللي انا بخطط له. انا بشوف انا ايه اكتر حاجه الشهر ده محتاجها مني. فهنلاقي طبعا ده شهر رمضان، فهيكون لينا اهداف روحيه طبعا، ده اهم حاجه واهم جانب لازم نركز عليه، لان شهر رمضان طبعا ما بيتكررش تاني، فلازم نستغله استغلال صح طبعا. في الصلاه على وقتها، في الصلاه صلاه السنن، التراويح، الاذكار طبعا، اذكار عندك اذكار الصباح والمساء، واذكار اللي قبل النوم، وطبعا الحوقله والباقيات الصالحات والصلاه على النبي والاستغفار، وكل الاذكار طبعا، والدعاء، والصدقه طبعا، والزكاه وابدا ننساها يا جماعه، والاطعام طبعا للي قادر. لو مش قادر حتى ان شاء الله من الوجبه اللي انت الاكل بتعمليه تطلعي منه وجبه لاي حد. والقران طبعا، فلازم نلتزم كويس جدا ونبتدي نزود الاهداف بتاعتنا الروحيه طبعا في شهر رمضان. طيب الاهداف الصحيه طبعا، شهر رمضان شهر الصحه، كنت عملت لكم فيديو ل10 نصايح لخساره الوزن في شهر رمضان. فاحنا لازم طبعا نستغل شهر رمضان في ان احنا نخسر وزن. لو احنا عندنا زيادة او عندنا اوفر ويت وعندنا زيادة في الوزن، لازم نستغله استغلال صح. اللي عايز يبدأ بقى من رمضان هتلاقي فعلا يعني نتيجة مبهرة جدا لو طبعا التزمتي بالنصايح اللي انا قلت لك عليها. فيديو هسيبهولك تحت في صندوق الوصف، ابقوا ارجعوا له عشان مش عايزة اطول فيديو هنا عليكم. طيب الاهداف العقلية بتاعتي انا مش حاطة اهداف كتيرة، انا الاهداف العقلية بتاعتي بتخدم الجانب الروحي. يعني انا حاطة كتاب اسمه فاتتني صلاة، فده هقرأه في شهر رمضان، وحاطة درس ديني وبودكاست برضك ليهم علاقة بشهر رمضان وبالمجال الجانب الروحي. فتعتبر هنا الاهداف العقلية بتاعتي او القراءة او البودكاست او يعني كل انا بغذي بيه عقلي هيكون مرتبط جدا بالمجال الروحي، لان انا زي ما قلت في اول فيديو ان الهدف الاساسي من شهر رمضان وهو التركيز على الطاعات وعلى الجانب الروحي. ده اول هدف واهم هدف. طيب في اهداف تانية طبعا لها علاقة بالعناية الشخصية، ودي حاجة اللي هنركز عليها جدا عشان نستعد للعيد. اغلبية طبعا البنات
البنات بيستعدوا للعيد قبل العيد بكام يوم، لكن اللي عايزه تستعد للعيد صح وتكون حاصله كده على بشره كويسه وشعر كويس وجسم كويس، لازم نبتدي نعمل روتين عنايه خاص وشديد جدا من اول رمضان، لان طبعا في رمضان بيكون في جفاف جدا للبشره بسبب نقص السوائل وللشعر وللجسم، واحنا كمان في شتاء، فلازم نهتم جدا بالموضوع ده وبترطيب البشره والشعر والجسم في شهر رمضان علشان نوصل للعيد يكون جسمنا ووشنا وبشرتنا كويسه. وانا هعمل لكم فيديوهات الفتره اللي جايه ليها علاقه بالعنايه الشخصيه. طيب اوعي تنسي ان الهدف الاساسي من شهر رمضان هي العباده زي ما قلت، فلازم تكون نيتك في اي حاجه انت بتعمليها، سواء بتطبخي فده نيتك فيها ان انت بتطعمي اهل بيتك وان انت بتفطري صائم، سواء بتروقي بيتك، سواء بتشتغلي على نفسك انت في حاجه معينه، بتساعدي جوزك، بتفرحي اولادك، كل ده اخلصي النيه فيه لربنا علشان تاخدي اجر وثواب عليه. في اي طاقه او اي مجهود او اي تعب انت بتتعبيه في شهر رمضان لازم تخلصي فيه ان النيه دي لربنا، خالصه لربنا عشان تاخدي اجر كبير عليه. وبس كده، يا رب بقى الفيديو يكون فاتكم وعجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه علشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. يا ريت تشاركوني تحت في التعليقات خطتكم في شهر رمضان، هتركزوا على ايه؟ انا زي ما قلت لكم كده الاهداف بتاعتي بسيطه جدا في شهر رمضان، لان انا حابه اركز اكتر على الجانب الروحي. وما تنسيش طبعا ادوام القلب. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب علينا جميعا. يلا باي.